أهلا بمتابعيني الحلوين مع فيديو جديد وملخص أجدد. بما إن الفيلم ده اتطلب مني كتير جدا في الكومنتس فأنا قررت أعمله، لذلك ما تنسوش اللايك وكومنت لطيف منكم والسبسكرايب، ويلا بينا نشوف. بيبدأ فيلمنا بأرهام وبيظهر إنه شاب طايش ومجنون، وبيبقى راكب العربية بتاعته وبيتصل على صديقه وبيعرفه إنه جاي في الطريق ومش هيتأخر، وبيسأله إذا كان في بنات حلوة عنده ولا لأ، وبيتفقوا إنهم هيتقابلوا في الديسكو. فعلا بياخد بعضه وبيروح الديسكو وبيقابل صديقه وبيحضنه، وبيظهر ان هما ما شافوش بعض بقالهم مدة كبيرة، لان صديقه بيسأله هو راجع امتى. فأرهم بيعرفه انه راجع النهاردة الصبح وما شافش حد، وهو اول واحد جاله علشان يشوفه، وبيعرفه انه بيحبه لدرجة انه ما شافش امه وابوه وجا علشان يشوفه هو اول واحد. فصديقه بيقوله ان هو بقى شبه شخصية كرتونية مضحكة، وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا سوا. فصديقه بيقوله ان النهارده الجمعة اليوم العالمي للبنات. فأرهم بيقول له إن اليوم ده زي أي يوم في أمريكا، وبيقرروا إن هم يشربوا لحد ما يسكروا. بتيجي بنت من بعيد بتقف وبتبص عليهم وبتمشي، فبيتفقوا هم التلاتة إن هم يتراهنوا عليها، واللي يعرف يضحك عليها هو اللي يفوز بالرهان. بس طبعا أرهم بيقرر إن هو يبدأ أول واحد، وبياخد مشروب وبيروح لها وبيكسب الرهانة على طول. والبنت بتعجب بيه وأصحابه بيبقوا متضايقين منه، لأن أي بنت بتشوفه بتعجب بيه على طول. تاني يوم أبوه بيجيله وبيفضل يتخانق معاه لأنه لسه نايم لحد دلوقتي، وبيقوله إنه لازم يروح يوصل كمال أخوه للمدرسة. وطبعا أرهام بيبقى متضايق وبيسأله على السواق، فبيقوله إن هو مش موجود ومش عايزه يتكلم كتير ولازم يسمع الكلام، وبيأكد عليه بعد ما يوصل كمال المدرسة يرجع على طول لأنه عاوزه ضروري. فبيتخانق مع أبوه بيقوله إن هو مش بيحب طريقته دي لأنه بيبقى فيها نوع من أنواع التهديد، وبيسأله على البنت اللي نايمة جوه. فأرهام بيضحك وبيظهر كده إن هو وأبوه شبه بعض، وبيجهز نفسه وبيوصل أخوه للمدرسة وبيديله في الشنطة بتاعته. بس أخوه بيتخانق معاه وبيقوله إن هو هيعرف أبوه بالمعاملة اللي هو بيعاملها له دي، وبيسيبه وبيمشي. بس بيبقى بيقرر في دماغه إن هو يعمل معاه صفقة، وبيقوله إن هو لو اداله فلوس مش هيقول لأبوه أي حاجة. بس أرهام بيتخانق معاه. بعدها أرهام بيروح يقعد مع صديقه وما بيبقاش عايز يفضل في ماليزيا، وبيبقى عاوز يسافر لأمريكا لأن فيها كل حاجة متاحة على عكس ماليزيا. فصديقه التاني بيجيله وبيقوله إن ماليزيا أفضل دولة، وفي ناس كتير نفسهم يسيبوا بلدهم وييجوا يعيشوا فيها. وبيبقى طفز جدا لدرجة إنه بيقوله إنه مهما راح أي دولة مش هيلاقي أكل زي الأكل اللي دولة ماليزيا بتعمله. وبيفضلوا يتخانقوا هما التلاتة سوا. بيسألوه على البنت فبيقول لهم إن هي أخدت منه فلوس، وبيبقوا التلاتة معتمدين فكرة إن هما عاوزين يتجوزوا بنت متدينة، مش زي البنات اللي هما بيشوفوهم في الديسكو ولا اللي بيروحوا ييجوا معاهم. بس أرهام بيفضل يتريق على صديقه لأنه عاوز بنت متدينة تدين كبير لدرجة إن هي تبقى محجبة وبتصلي وبتصوم، مش بنت متدينة أي كلام وخلاص. وفي اللحظة دي بتيجي بنتين محجبين وبيفضل أرهام يتمسخر عليهم، فبيبقوا عاوزينهم التلاتة يتراهنوا على البنتين، بس طبعا بيرفضوا. فأرهام بيتحداهم إن هو خلال شهر واحد بس هيواعد بنت محجبة ويخليها تقع في حبه، وبعد كده يسيبها علشان بس يثبت لهم إن البنات المحجبين مش كلهم متدينين وكويسين، وفي منهم بنات لابسين الحجاب زينة وخلاص. أرهام بيخرج التليفون بتاعه وبيفضل يصور البنتين، بس بيعجب ببنت فيهم اسمها شهيدة، وطبعا بيبقى صديقه واقف معاها وبيعرف عنها كل حاجة، وبيروح علشان يقوله اللي عرفوا عنها، وبيقوله إن هي بتشتغل مدرسة في المدرسة اللي أخوه بيدرس فيها. وبيقوله علشان يكسب الرهان لازم يثبت لها إن هو أرهام الشخص الكويس المتدين اللي هي ممكن تعجب بيه وتتجوزه، وبيقبل الرهان. وبيتفقوا على شهر واحد بس كلهم بيبقوا متأكدين إن هو هيخسر. تاني يوم بيصحى بدري وبيبقى واقف مستني أخوه كمال علشان يوصله للمدرسة، وطبعا أبوه أول ما بيشوفه بيبقى مستغرب لأنه بيصحى متأخر جدا وأول مرة يبقى عاوز يروح يوصل أخوه. بس طبعا كمال بيبقى معترض ومش عاوز أخوه يوصله لأنه بيعامله بتكبر ومش بيحبه، بس بيضطر يوافق بعد ما أبوه بيصر عليه وبيعرفه إن هو متأخر علشان كده لازم يفتح له باب العربية. فأرهام بيسمع كلامه وبيبقى بيعمل ده كله بس علشان يكسب الرهان، وبيوصله للمدرسة وبيفضل يدور على شهيدة بس مش بيلاقيها. فبيسأل أخوه كمال عليها، ولأنه ما يعرفش اسمها بيقول له إنه عاوز يعرف المدرسة المحجبة اللي عنده. فكمال بيعرفه إن كل المدرسات محجبات لأن المدرسة بتاعته مدرسة إسلامية، فبيبدأ يوصف له شكلها بالظبط. بس أخوه بيتعصب منه وبيسيبه وبيمشي، فبيبص حواليه لحد ما بيشوفها نازلة من العربية بتاعتها، فبيناديله تاني وبيسأله عليها.
فبيقول له إن دي المعلمة شهيدة وبتدرس له في الفصل بتاعه، فبيطلب منه إن هو يحاول يجيب له الرقم بتاعها. فبيسأله على السبب وبيسيبه وبيمشي وما بيرضاش يسمع كلامه. بيفكر في خطة تانية، ولما أخوه كمال بيرجع من المدرسة بيروح له وهو بيتفرج على التلفزيون وبيحاول يتقرب منه علشان يعرف منه كل حاجة عن شهيدة. بس أخوه بيبقى فاهمه كويس وبيقوله إن هو أكيد عاوز منه حاجة، فبيتوتر كده وبيضطر يقوله في الآخر إن هو معجب بالأنسة شهيدة علشان كده عاوز يتجوزها، وبيبقى عايزه يعرف له عنها كل حاجة، هي بتحب إيه وبتكره إيه. فكمال بيعرفه إن شهيدة مختلفة تماما عن باقي البنات، وهي متدينة ومستحيل تعجب بيه أو تحبه، فبيفضل يترجاه إنه يساعده لإنه معجب بيها وبيحبها. وطبعا بيبقى بيضحك عليه وبيعمل ده كله بس علشان يكسب الرهان، وبيوعده إن هو لو ساعده هيجيب له تليفون جديد، وبيتفقوا الاتنين سوا. تاني يوم وكمال في المدرسة بيستنى شهيدة وبيقول لها إن في شخص عاوز يقابلها ضروري، وبياخدها لأخوه اللي لما بينزل من العربية بتستغرب شكله لأنه بيبقى متغير تماما ولبسه مبهدل وبقى مختلف لأنه عاوز يبقى متدين، بس هو مش عارف ازاي يبقى متدين. فبيبقى لابس الجلابية على بنطلون ونضارة شمس وبيبقى شكله مسخرة، فبتفضل تضحك عليه وبيمدلها ايده علشان يسلم عليها، بس بترفض لأن التلامس حرام فبتسيبه وبتمشي. وأخوه بيفضل يتخانق معاه لأنه كان المفروض يلبس أفضل من كده وما ينفعش يمدلها ايده لأنها ما بتسلمش على حد، وبيروح يبوظ لها العربية. وتاني يوم وهو راكب العربية مع أخوه بيشوفوها وهي قاعدة لوحدها، فبيصروا عليها إن هم يوصلوها، وفي الأول بتبقى رافضة بس بعد إصرار كبير بتضطر توافق. وبيركبوا العربية وكمال بيحاول يمثل إنه تعبان علشان يروحوا مطعم وياكلوا سوا، بس شهيدة بتقول لهم إن هي صايمة. وطبعا أرهم لأنه ما بيعرفش حاجة في الدين بيتخانق مع أخوه بيقول له إن هما في شهر رمضان والمفروض إنه صايم وما ينفعش يعمل كده. شهيدة بتعرفه إن رمضان بعيد عنهم وهي بتصوم يومين في الأسبوع، اتنين وخميس، فبيبقى متوتر ومش عارف يقول إيه لأنه كل ما يتكلم يعك الدنيا أكتر. وبيرجعوا البيت وبالليل بيفضلوا يخططوا سوا، وأخوه بيسأله هو عارف المعلمة شهيدة منين، فأرهم ما بيبقاش عارف يقول له إيه، فبيضحك عليه وبيعرفه إن شافها مميزة عن باقي البنات علشان كده أعجب بيها وبقى عاوز يتجوزها. فكمان بيقوله إن هو كمان بيحبها لأنها متدينة ومثالية عكس المعلمين كلهم، وبيبقى خايف إن أخوه يكون بيضحك على معلمته وعاوز بس يأذيها، علشان كده بيخليه يوعده إنه ما يأذيهاش ولا يجرحها بالكلام. ففعلا أخوه بيوعده وبيروح لأبوه وبيتخانق معاه لأنه مش بيشتغل ومش معتمد على نفسه، بيبقى عاوزه يشتغل معاه في الشركة بس أرهم بيرفض لأنه مش عاوز يشتغل. تاني يوم الصبح كمال بيروح لشهيدة وبيضحك عليها وبيقول لها إنه فاشل جدا في اللغة الماليزية ومش بيعرف يكتب حروفها كلها، علشان كده عاوزها تساعده. فبتقوله إنه لازم يركز معاها وهي بتشرح في الفصل، فبيقول لها إن تركيزه ضعيف ودايما بيسرح، وبيطلب منها تيجي له البيت علشان تشرح له لوحده، بس بترفض وبتقول له إن هي ما بتديش لحد دروس خصوصية. فبيعرفها إن هو ضعيف جدا وعاوزها بس تحسن اللغة، فبتوافق وبتقول له يجي لها الصبح وبيشكرها وبيمشي. تاني يوم بيبقى راكب العربية مع أخوه وبيحكي له كل حاجة وبياخده علشان يوصله لبيتها، وبيفضل ينادي بس مش بيبقى حد موجود، فأخوه بينزل من العربية وبيفتح له البوابة وبيسلم على جد شهيدة، وأذان الظهر بيأذن في اللحظة دي. فجد شهيدة بيطلب منه إن هما الاتنين يروحوا يصلوا في المسجد، بس أرهم بيتوتر كده لأنه ما بيعرفش يصلي، فبيقول لهم إن هو صايم والصوم المفروض بيمنعه عن الصلاة، فبيبقوا مستغربين منه لأنهم أول مرة يسمعوا الكلام ده، وبيحاول يفلت منهم بأي طريقة لأنه مش عاوز يصلي، بس في الآخر بيضطر يدخل معاهم. وأخوه بيفضل يتخانق معاه لأنه بالشكل ده هيبوظ الدنيا، وبيقول له إن هو خايف لأنه ما بيعرفش يصلي، فبيهديه وبيقول له إن هو هيساعده، وبيتجمعوا كلهم علشان يصلوا. وجد شهيدة بيقول له إن هو لازم يصلي بيهم جماعة، فما بيبقاش عارف يعمل إيه، فكمال بينقذه وبيقوله إن أخوه دايما بيصلي بيه في البيت عشان كده هو عاوزه هو اللي يصلي بيهم المرة دي. وبالليل بيروح يسهر مع صحابه وبيسألوه على شهيدة، فبيقول لهم إن لسه الشهر ما خلص وهو عند وعده وهيعرف يخليها تقع في حبه، وبعد كده يسيبها ويفوز بالرهان زي كل مرة. تاني يوم بيبقى مستنيها وبيبقى عاوز يوصلها للبيت بس هي بترفض لأنها رايحة المكتبة، فبيروح وراها وبتديله الكتاب ده كهدية يعني، وبيبقى كتاب عن تفسير القرآن
الكريم، وبتسأله عن أخوه كمال فبيقول لها إن هو في المقهى، وبياخدها وبيروحوا لأخوه بس بيلاقوه نايم فبيصحوه وبيتخانق معاهم لأنه بقاله كتير مستنيهم. وبعدها بنشوف إن علاقة شهيدة وأرهم بدأت تتطور لدرجة إن هما بقوا بيتقابلوا على طول وبيقعدوا سوا وبيبدأوا الاتنين يتكلموا على أكتر حاجة بيحبوها. وشهيدة بتقوله إن هي بتحب الشخص اللي بيصلي وبيصوم وبيحفظ قرآن دايما، وبتقوله إن هي بتحب أخوه كمان لأنه متدين جدا. فبيقول لها إنه ساعات كتير بيتكسف من نفسه لأن أخوه بس عنده 8 سنين وأشطر منه في الدين وبيعرف عنه حاجات كتير، وبيعرفها إن هو كان مسافر أمريكا وإن أكتر حاجة مضايقاه إنه مكتوب في بطاقته مسلم بس هو مش مسلم لأنه ما يعرفش أي حاجة عن الدين، لأنه يعتبر مسلم بالاسم بس. فبتقول له إن هي هتصلي وتدعي له دايما بالهداية، ولازم هو كمان يحاول يتقرب من ربنا. علشان كده هي مش عايزاه يلبس اكسسوارات وخواتم زي البنات لأن ده شيء حرام، وبتبدأ تفهمه الحاجات اللي لازم يغيرها في لبسه. فبيشكرها لأنها دايما بتساعده، فبتقول له إنه لازم يدعي ربنا دايما علشان ينور له طريقه. بالليل بترجع البيت وبتبقى قاعدة مع جدها وبتقول له إن هي اتأخرت لأنها كانت مع صديقها أرهم، فبيقول لها إنه بيحبها جدا ويتمنى إن هي تعتمد على نفسها لما يموت، وبيحاول يديها نصايح كتير وبيبقى عاوزها تبعد عن أرهم لأن صداقة البنات والولاد حرام، وكمان هو مش زيها نهائي لأنه مش متدين ممكن يخليها تتنازل عن حاجات كتير. فبتوعده إن هي مش هتعمل حاجة تغضب ربنا وبتسيبه وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بنشوف أرهم وهو واقف لوحده وبيفتكر كلام أخوه لما قال له إنه لازم يوعده إنه ما يزعلش شهيدة لأنها عكس البنات كلها متدينة وبتخاف ربنا، وبيبقى حاسس إن هو بيحبها وعاوز فعلا يتقرب من ربنا. يجي في اللحظة دي أبوه وبيبقى سكران لأنه شارب كتير، والأول مرة بيحس إنه متضايق منه ومش عاجبه اللي بيحصل، وبيقرر إنه يتقرب من ربنا وبيروح يتوضى وبيصلي وبيفضل يدعي ربنا إنه يهديه وبيقعد يسمع دروس دينية وبيقرر إنه يتغير تماما. وشهيدة بتبقى قاعدة وشايفاه ومبسوطة بيه، وبعدها بيرجع البيت علشان يصلي صلاة التهجد، وأمه وأبوه بيبقوا في الأوضة التانية بيغنوا وبيرقصوا، بس هو وأخوه بيبقوا مقررين يبعدوا عن الحياة دي تماما ويتقربوا من ربنا، وبيبدأوا هما الاتنين يسمعوا دروس دين أكتر علشان يعرفوا حاجات كتير عن دينهم. في يوم هما بيصلوا أمهم بتجيلهم وبتشوفهم وبتروح تقول لأبوهم وبيبقوا متفاجئين، وزوجها بيقول لها إن أكيد دي نهاية العالم لأنه متأكد إنه مستحيل أرهم يصلي، وبيتخانق معاها لأنه عاوز يتفرج على المسلسل وبيقول لها تبعد عنه. تاني يوم بنشوف شهيدة وهي في المكتبة وبتبقى بتقرأ كتاب، وبيجي لها أرهم وبيسألها إذا كانت فكرت في يوم في موضوع الجواز، فبتقوله إن الجواز اسمه نصيب وأكيد نصيبها هيجيلها، بس هي عايزة تتجوز شخص متدين يحافظ عليها، وبيسألها على معايير الزوج اللي هي حطاها لنفسها، فبتقوله إن يكون متدين وياخدها للجنة، وإن الفلوس والغنى ما يهمهاش لأن كل حاجة ممكن تزول في ثواني. وبتبدأ تتكلم عن الدين وبيظهر إن هو معجب بيها فعلا وعاوز يتجوزها بس خايف يفتحها في الموضوع وترفضه. بيجي لهم في اللحظة دي كمال وبيتخانق معاهم لأنه فضل مستنيهم كتير، وبيقول له إن وقت الصلاة جه ولازم هما الاتنين يروحوا يصلوا وعاوز يرجع البيت لأن عنده امتحان وعايز يذاكر. أما أرهم بيتأثر بكلامها وبيرجع البيت وبيشيل الصور كلها وبيحط صور دينية وبيقرر إنه يغير حياته كلها، وبياخد بعضه وبيروح لها وبيقول لها إنه جاي لها في الوقت ده علشان يعتذر لها، وطبعا هي ما بتبقاش فاهمة هو ليه بيعتذر لها، وبيبقى عاوز يقول لها على موضوع الرهان اللي كان بينه وبين صحابه بس بيبقى خايف وما بيرضاش يقول لها على حاجة. فبتقوله إن هي هتقابله بكرة وبتسيبه وبتمشي، وفعلا تاني يوم بيتقابلوا وبياخدها وبيروح يعرفها على صحابه وبيقعدوا كلهم سوا، وبتتفاجئ لما كلهم بيفضلوا يضحكوا حتى كمان أرهام، وبيقولوا لها إن هما كانوا متراهنين عليها. وصديقه بيقول لها إن أرهام كان متراهن إن هو في خلال شهر واحد بس هيخليها تقع في حبه علشان يثبت لهم إن مش كل بنت متدينة مؤدبة ومحترمة، وبيفكرها باليوم اللي كانت واقفة فيه مع صاحبتها وهو جه كلمها، وبيفضلوا كلهم يضحكوا وهي ما بتبقاش مصدقة اللي بيحصل وبتفضل تعيط. حتى أرهام بيبقى اتغير تماما في معاملته ليها وكأن كل حاجة كان بيقولها لها كان بيكتب فيها، ما بتبقاش مصدقة هو ازاي اتغير للدرجة دي. أرهام كان هيروح وراها بس صديقه بيوقفه وبيسأله إذا كان وقع في حبها ولا لأ، فبيقول له إنه مستحيل يقع في حب بنت زيها، وبياخدهم وبيروحوا للديسكو وبيبقوا كلهم مبسوطين إلا هو، وبيبقى متضايق ويمسك الكوباية ولسه هيشرب بس ما بيقدرش وبيركب عربيته وبيفضل يعيط وبيبقى ندمان على كل حاجة، وبيوقف عربيته لأنه بيبقى شايفها في كل مكان وبينزل وراها، ولما بيجي يقرب لها بيبقى في خط نار فاصل ما بينهم هما الاتنين، والنار دي
بتعمل دايرة حواليه، بيفضل يصرخ ويعيط لحد ما بيجي له الشخص ده وبيفوقه من الحلم، وبيقول له إن الفجر هيأذن وهو المفروض ييجي علشان يصلي. بيروح معاه وبعد الصلاة بيحكي له على كل حاجة وهو بيعيط، فبيفضل يدّي له نصايح كتير وبيقول له إنه لازم يصلي ويدعي إن ربنا يسامحه على اللي عمله، ويبقى خايف إن ربنا ما يقبلش توبته. فبيقول إن ربنا بيقبل التوبة الصادقة، وبيأكد عليه ما يسيبش الصلاة نهائي حتى لو عمل إيه، لإن الصلاة الوحيدة اللي ممكن ترجع تقربه تاني من ربنا. وبيفضل يدعي إن ربنا يغفر له ويسامحه. وتاني يوم بيروح المدرسة وبيفضل يدور على شهيدة بس ما بتبقاش موجودة، وبيسأل الموظفة فبتقوله إن هي أخدت أجازة مؤقتة. فبيرجع البيت وبيسأل أخوه كمال على شهيدة، فبيقول له إن هو ما شافهاش وأكيد هو عارف هي فين لأنها كانت معاه امبارح. وبيفتكر لما قالت لهم إن هي تسافر تكمل دراستها بره، وبيقول لأخوه إن هو خايف إن هي تضيع من إيديه. بياخد بعضه وبيروح لبيتها وبيقابل جدها وبيسأله عليها، فبيقول له إن هي مش موجودة. بيركب عربيته طول الطريق بيفضل يفكر فيها وبيبقى ندمان على كل حاجة، وبيرجع لجدها وبيحكي له على كل حاجة، فبيعرفه إن هو ندمان وفعلا بيحب شهيدة وعاوز يتجوزها. فجدها بيصدقه وبيعرفه مكانها، فبيروح لها على طول. وأول ما بتشوفه ما بترضاش تكلمه، بس بيوقفها وبيطلب منها تديله فرصة تانية، بس بترفض وبتقوله إن هي مستحيل تسامحه أو تديله فرصة، وبتسيبه وبتمشي. وبيبقى متضايق وبيرجع البيت وبيروح لأخوه كمال وبيطلب منه إن هو يساعده، فبيوافق لأنه بيحب شهيدة، وبيقول له إن دي فرصته الأخيرة، لو ما عرفش يرجعها فيبقى خلاص ينساها. وبيفكروا سوا وبيحطوا خطة. وتاني يوم وشهيدة واقفة لوحدها بتجيلها عربية لعبة، وبتفضل ماشية وراها لحد ما بتروح المكان ده، وبتشوف أرهام وهو بيعزف، وبيفضل يعيط وبيطلب منها تسامحه. فبتقوله إن هي مش قادرة تصدقه لأن ممكن يكون بيضحك عليها تاني ويكون ده رهان بينه وبين صحابه. فبيحاول يفهمها إن هو صادق المرة دي وفعلا بيحبها وعاوز يتجوزها، وبيقدم لها خاتم. فبتصدقه وبتاخد الخاتم منه، وبتشوف جدها وكمال واقفين بعيد وبيبقوا مبسوطين، وبتاخد الخاتم وبتلبسه. ودي كانت قصتنا النهارده. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان في افلام اجدد والذ معانا. وبس كده.